علقوهم بالوسطات من بعدك يا قايد. هم ركبوا بساطات ونحن ركبنا البايد. تعال نحكي لك بعد القايد شو اللي صار فينا. غابوا وتمت من غير اسد يرد يحكم فينا. حكمنا تحكم فيها امريكا. شوفوا عند وين وصلنا. نحن ما نحب الحقيقة لان الحقيقة تخجلنا. عن اي تاريخ انتم تتحدثون؟ من بعد القذافي يصحوا يا ليبيون. رحمة الله عليك عوزتنا يا صقر. لو تشوف حال الليبي كيف يعاني من الفقر. رحمة الله عليك رغم انك كنت قاسي. رغم انك كنت خاف يلي تو على الكراسي. تو املنا بالله وفي سيف الاسلام. داير حملة بعنوان لسه الخير لقدام. عارف ان شعب جاهل يفهمش من المرة الاولى. عارف اني قلت يلي ما يقدرش حد يقوله. عارف اني قلت الحق واصبحت ضحية. ما نحسبش لا قدام مودر بايع القضية. الله يرحمني يجعل مأواي جنة. نموت راجل نرفع رصباتي ما نموتش ميتة اتحنى. صبعي في اكبر كبيرها من طبرق لراس جدير. عارف روحي فيش نقول وعارف روحي فيش ندير. ويوم تصح الدولة حنقدم استقالتي. والساحة تقعد لي يوم اللي سيبها بالتي. ما حد يحاول ينصحني لأن نصحوني قبلك واجد. أنا صح ممكن صغير في العمر وممكن في 100 حاجة ما نعرفهاش. ولكن كل اللي نعرفه أنا من بعد معمر القذافي قدر الليبي طاح. ومن بعد صدام طاح قدر العرب. أنا مواطن كيفي كيف أي مواطن ليبي. والحمد لله عمري ما بت جيعان. ولكن انتوا شفتوا الليبي العصراني اللي بت جيعان؟ شفتوا الأب اللي متشرد ومذلول وقاطعين راتبه وما عندهاش حتى وين يسكن؟ شفت الأب اللي ولده طايح قدامه مريض وما عندهاش باش يعاينه؟ شفت اللي حواشين مطحن في السيل وما حصلوش تعويض وتوا قاعدين في الشارع؟ شفت الولية اللي راجلها مات شهيد وقاعدة مع ظناها مرة تحصل توكلهم ومرة تبات جيعانة؟ ما شفتوش صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل.